السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال كيف ديما. اليوم فيديو جديد، جيت نشارك معكم واحد الشوربه ديال العدس. هذا العدس الاحمر اللي هو صحي وفيه بزاف ديال المنافع وفيه بزاف ديال الفوائد، وحنايا بطبيعه الحال المغاربه ما كان ما كنستغلوش هذوك المنافع ديالو. اليوم عندي لكم واحد الفكره ديال واحد لاصوب زوينه، كتجي زوينه، كتجي هكا فولوتي، كتجي عاقده وكتجي زوينه. يعني الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم وما فيهاش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. وكيف عندي هنايا كتشوفوا معايا القرعه حمراء، وعندي هذيك البطاطا الحلوه، فتا هي ما كنستافدوش منها. بحال مثلا القرعه الحمراء فنقدروا نديروها هكا في كسكسو في نهار الجمعه، يعني ما كناكلوهاش بزاف، ما كنديروش بزاف ديال الوصفات. فهذه فكره علاش لا اللي ما نديروهاش هكا ونستغلوها ونصايبوا بها هكا شوربه في العشاء كتجي زوينه. تابعوا معايا المراحل. اول حاجه عندي هنايا العدس الاحمر، عندي هنايا واحد جوج خيزويات مقطعين هكا، عندي هنايا واحد الحبه ديال البصله، عندي هنايا حبه ديال المطيشه، عندي هنايا واحد شويه كيف قلت لكم ديال القرعه حمراء، وعندي هنايا هذه بطاطا الحلوه، عندي هنايا شويه ديال زبيبه بلديه، وعندي هنايا شويه ديال البزار مخلط مع التحميره، وعندي هنايا شويه ديال الملحه، وعندي شويه ديال الكمون. كنجيبو هنايا واحد الكوكوط ولا الطنجره ولا على حسب شنو غادي فاش غادي تصايبو. كنديرو بصيله وهذاك خيزو، كنديرو الخضيره ديالنا كامله قريعه، هذيك الطوبه، وكنديرو التوابل ديالنا اللي شاركت معكم، وكنديرو هذيك الزويته. غير هي هاد الخضيره ضروري الا بغيتوها تجيكم هكا بنينه ضروري ما تشوحوها هكا ولا تشحروها شويه حتى تاخذ اللون. عاد من بعد نضيفوا العدس ونضيفوا الماء. صافي من بعد ما ديك الخضيره ديالنا كتشحر بحال هكا صافي، ومن بعد كنضيفوا هذاك العدس ديالنا ومع واحد جوج ريوسه ديال الثومه. نسيت قبيله ما درتهمش، عاد فكرتهم. من بعد كنمرقوا بميها تكون غليانه، ما يغركمش المظهر، راه فاش كتوجد كتولي من داك الشيء. صافي وكنغطيوها واحد نص ساعه بحال هكا كتوجد. الشوربه ديالنا من بعد ما بردات كتجي على هذا الشكل هذا، ونطحنها ونتلاقى معكم. من بعد ما طحنتها زدت ليها انايا جوج ديال الفرماجات، كنردها باش تعقد واحد شويه لانه جاتني بحال لي سائله باقي شويه. صافي كنخليها تطبخ واحد 5 دقائق صافي وكنطفي عليها. في هذه المرحله هذه بغيتو ديروا معها نتوما الفرماج ديروه، بغيتو عندكم الجبن هكا بغيتو ديروا 2 معالق ديال الجبن وطحنوهم معها حتى هي كتجي زوينه. بغيتو ديروا لا كريم، كانت عندكم هكا لا كريم بغيتو ديروها حتى هي كتجي فيها خطيره، كتجي واعره على حسب الشوا ديال كل واحد. الشوربه ديالنا من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي تبارك الله، كتجي غزاله كتحمق. جربوها اكيد غادي تعجبكم، انا متاكده انها غادي تعجبكم. بنينه 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 وليده، ونقدروا حتى الوليدات بحال هكا اللي ما تياكلوش لنا الخضره، فإلا درناها اليوم بحال هكا اكيد غادي يستافدوا منها. كنرافقوها هكا مع الخبز ديال الطوست، انايا عندي هكا درتو كريي. ايوا بالصحه والراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تابوناو عندي في القناه، وشكرا ونهاركم مبروك.